ازيكم عاملين ايه؟ انا دلوقتي في جامع السلطان حسن. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي، انه اي جامع مملوكي الكتابه فيه بتبقى كتابه ثلث، الخط الثلث. اي جامع مملوكي الكتابه بتبقى خط ثلث، واحنا عندنا 14 نوع خط عربي. يبقى انت لما تخش جامع مملوكي تبقى كتابه ثلث اوتوماتيك. تمام. طيب هنا هنلاقي المشكوات، واحنا المشكوات بتاعه السلطان حسن هي من اجمل المشكوات، وهي موجوده دلوقتي في المتحف الاسلامي. هي من الازاز النفخ، وعليها طبقه من الذهب او كتابات من الذهب الخالص العيار 24. لكن احنا استبدلناها بالمشكوات الحاليه. المشكاه في الاصل هي كانت فكرة قبطية، لأنه المنطقة المنفوخة أسفل المشكاة هي بتمثل بطن السيدة العذراء. يقولوا إيه، النور اللي جوه البطن ده بيمثل السيد المسيح. الحتة اللي هي طالعة كده ديت اللي هي الحته اللي واخده شكل القرطاس دي، مفتوحه كده او واخده شكل الكاس، دي بتمثل خروج السيد المسيح للعالم. وعندنا 3 سلاسل بتمثل الثالوث، والسلسله الكبيره خالص اللي بتربط المشكاه ديت بتمثل علاقه الرب بشعبه. لازم نعرف الشرح بتاع المشكاه ده مهم جدا جدا. يبقى كده النهارده عرفنا الخط الثلث جوه جامع السلطان حسن، عرفنا اصل المشكاه، وعندنا هنا دكه المبلغ. ودكه المبلغ هي نفس فكرة المنجلية اللي موجودة في الكنيسة. ما احنا عندنا منجليتين، البراتر بياخد أو الكاهن بياخد بيقرأ من الكتاب المقدس، وفي زميله هو برضو بيشرح للناس اللي موجودين في الكنيسة. فاحنا الأديان في العناصر المعمارية واخدة من بعض. دكة المبلغ ديت عشان ما كانش فيه زي ما بيقولوا ايه ميكروفون أو حاجة، فكان في إمام آخر بياخد الشرح اللي بيشرحه الإمام على المنبر وبيعيده للناس المصلين في الجامع. صباحكم فل، شكرا جزيلا.